البسبوسه البنات غادي نديها للدار ديالنا. كيف كتعرفوا الوليدات كيحمقوا على الكيكات، كيحمقوا على بزاف ديال الحاجات الحلويات. اليوم قلت علاش ما نصاوبش شي حاجه اللي تكون سهله واقتصاديه ودغيا منوجده ونديها في يدي ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. اول حاجه هنا البنات غادي نحتاج هنا كاس ديال دانون يكون ديال الفاني هذا. غادي نحتاج هنايا ساشي ديال لافاني وساشي ديال خميره الحلوى. غادي نحتاج هنا نص كاس ديال الزيت نباتيه. غادي نحتاج هنا واحد كاس ديال السميده رقيقه. غادي نحتاج واحد 3 ديال المعالق السكر سنيده. غادي نحتاج 2 بيضات وغادي نحتاج المول ديالي اللي غادي نحط فيه الكيكه. دابا غنبدا نخلط معكم. حتى هي دائما البيضات البنات يكونوا بحال هذا المطبخ، دائما كنحاول نقولها في كل فيديو. هنا غنحاول نخوي هاد الطانون هنا غادي نضيف السكر. ماما بالنسبه للسكر كيبقى حسب الذوق ديالكم نتوما شحال يعني بغيتو. شويه باش نحيد هذا. يا بنات كيف كتعرفوا البسبوسه ديالنا دائما كنخلطوها غير باليد ديالنا بالخلاط يعني اليدوي، ماشي ضروري انا نخلطوها بالخلاط الكهربائي حيت دغيا كتوجد. عرفتوا البنات انا كنخلط فيها وديك الريحه ديال لافاني كتعطي واحد الريحه غزاله البنات مع داك دانون الفاني، واحد النسيمه غزاله فيها كتجي غزاله. غير جربوها غادي تعجبكم ان شاء الله. وهنا البنات انا دائما كنعملها صراحه حتى التشينه محكوكه ولا الليمونه، ولكن دابا هذه ملي غنعمل فيها الكريمه ما غاديش نحتاج اني نعملها للتشينه ولا الليمونه. هنا غنبقى كنخلط في المكونات ديالي مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. عاد كنضيف الباقي المكونات. نضيف الزيت. انا دائما في الكيكه كنضيف المكونات ديالي بشويه بشويه كيف كتشوفوا. بالنسبه للسميده غادي نضيفها مع الخميره ديال الحلوى باش ما تطوليش الخميره ديالي. غنحاول نخوي السميده. كما كتشوفوا او كنخلطو مزيان بهاد الطريقه حتى يتجانسنا الخليط ديالنا. هنا من بعد ما خلطت المكونات نتوما كتشوفوا الشكل اللي تحصلت عليه هو هذا. دابا غنجيب هاد الطاوه ديالي اللي كتشوفوا معايا دهنتها من قبل، غادي نعمل فيها غير الزبده دهنتها البنات، ما دهنتها حتى شي حاجه اخرى. غادي نرش عليها واحد شويه ديال الدقيق. هنا نتوما كتشوفوا من بعد ما دهنتها دابا غادي نجيب هاد المقادير البنات غادي نخويها في هاد اللاطه. هنايا الكريمه البنات غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب. غادي نحتاجو 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده. السكر كيبقى حسب الذوق. غنحتاجو 3 ديال المعالق ديال المايزينا ناشا. غنحتاجو واحد 2 ديال دانون يكونوا مسوس او دانون كريمي في السكر، المهم اللي بغيتو. انا استعملت هنا دانون مسوس. غنحتاجو 4 ديال الفرماجات وغنحتاجو خلاط وكاسرونه باش نعملو فيها المكونات. غنخوي في هاد نص لتر ديال الحليب. هنايا البنات ضفت الحليب كيف كتشوفوا. هنا غنضيف عليه المايزينا وغادي نخوي عليه حتى داك السكر وغادي نعملو على بوطه تكون مهيله البنات. غنبقى كنحرك مزيان مزيان البنات حتى كيتجانسوا لي المكونات ديالي. هنايا البنات غادي نعملها على النار. هنا من بعد ما عملت على بوطه بنات غادي نبقى كنحرك هكذا كنستمر بالتحريك حتى كترجع لي
الكريمه ديالي ثقيله. دائما البنات ما نوقفوش يدنا من التحريك باش ما تلصقناش ديك الكريمه اولا تحرقنا في الكاسرونه. غادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني باش يعطيني واحد النكهه اللي هي مزيونه في الكريمه ديالنا. الفاني دائما كيعطي المذاق مزيون، انا كيعجبني وكيبقى اختياري الا بغيتو ما تضيفوش، ولكن من احسن البنات تعملوا اللافاني باش يعطيكم مذاق مزيون في الكريمه. هي البنات بعد ما عقد ليا الخليط ديالي غادي نضيف عليه هاد الفرماجات البنات كاملين ضفتهم في دقه، نبقى كنخلط عاوتاني بهاد ما ضفت الفرماجات وداو البنات مزيان مع التحريك. ضروري البنات الفرماج خصو يذوب وخص الكريمه تكون عقدت، عاد كنضيفوا الفرماج ودانون. بالنسبه للدانون كيف قلتلكم من قبل عملت دانون بالسوس، جوج ديال الدانونيس، وانتم الا بغيتو تعملوا دانون كريمي عملوه، المهم اللي بغيتو. صافي غادي نخويه وما بقى كنحرك حتى تعقد الكريمه. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفرن البنات، ها هو الشكل ديالها. ما جاتش غليظه لان اصلا خصها تجي رقيقه البنات باش من نعملوه عليها الطبقات اخرين تجي هذيك. هنا البنات ها الكريمه ديالي من بعد ما وجدت هانتوما كتشوفوا كنخويها على الطبقه الاولى، ومن بعد ما نخويها البنات غادي ندخلها للفرن غير تشبر راسها وغادي نخرجها. ضروري ما تشبر راسها لان الا ما شبراتش راسها وخوينا عليها المقادير اخر غادي يتخلطنا داكشي، فضروري خصها تشبر راسها واحد شويه في الفرن. هنايا من بعد ما شبرات لي الكريمه في راسها وخرجتها من الفران، هنا غنضيف عليها البنات المقادير الاخرى اللي عندي من قبل اللي وجدتها. بالنسبه لهاد الطبقه الاخيره البنات عملت فيها نفس المقادير اللي عملتو في الاولى. نتو كما شفتوا الكيكه الاولى ما خليتهاش يطيب مزيان، غير شبرات راسها وخرجتها. علاش؟ باش ملي ندخل هادي ما تحرقليش ديك الكيكه اللي في القاع، يعني تجي هذاك باش يطيبوا لي كاملين في دقه. هانتوما كتشوفوا غنبقى كنخوي المكونات وغادي نوزعهم على ديك الكريمه من الفوقي باش ما يجينيش من الفوقي تجيني البسبوسه وتبقى ظاهره ديك الكريمه. لا، خصني نغطي كلشي بلا سباتيو، غادي نبقى كنغطي هكذا من الجوانب وكل شيء باش فاش طيب لي البسبوسه ديالي تجي كامله هكذاك وتجي ديك الكريمه باينه في الوسط ملي نقطعوها ان شاء الله. ودابا نتوما كتشوفوا كيفاش كنوزعها. غادي ندخل الفرن على 180 درجه، غادي نشعل الفوقاني والتحتاني. ضروري البنات كنشعلوا الفوقاني والتحتاني باش كطيب لي في دقه، وداك الساعه غادي نخرجها ونرجعكم. البنات كيف كتشوفوا بعد ما عملتها في النبيره وخرجتها وخليتها البنات تقريبا شي 2 ساعات او اكثر وهي في الثلاجه يا البنات حتى شبرات لي ديك الكريمه مزيان باش منين نقطعوها ديك الكريمه ما تروناش وما تجخمطناش مع داك الكيكه وداكشي، لان البنات ضروري خصها الكريمه تبرد. الا ما برداتش بحال ما عملنا والو، ملي غتجيو تقطعوا الكيكه غترونكم كامله. ضروري خصها الكريمه تكون بارده، يعني بحال كريم شونطي، يعني ضروري ملي كتكون الكريمه بارده وداكشي فكتشبر لنا في الطرطه ديالنا. كذلك هاد الكيكه هادي البنات كتجي بهاد الطريقه هادي باش كتجي مزيونه، كتجي بالطبقات. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي غزاله ولا اروع. البنات وليده ما غاديش يتشبعوا منها، كنوا اكيد غير جربوها ما غاديش يتندموا والله العظيم البنات عن التجربه ديالي. هانتوما كتشوفوا كيف كيجيو ديك الطبقات باينين من الجوانب. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري كيما بغيتو كتزينوها. كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم ان شاء الله،